ملخص مسلسل قفطان خديجة الحلقة 11. مفاجأة غالي لليلى. غالي فاجأ ليلى بمشروع جديد خاص بمواد التجميل الطبيعية، وهو المشروع اللي كان كيحلم به الأب ديالها قبل ما يدخل الحبس. ليلى فرحات بزاف وبانت باللي بدات كتعلق بغالي كتر، وبدات كتخطط باش تفتح لاتولي ديالها الخاص بتصميم القفطان ودير ليه إشهار كبير. فضيحة شكيب اللي كيعاني من مشاكل مع الخمر نوض قربالة قدام دار سونيا وهو سكران، وبدا كيغوت ويقول باللي خدم مع لالا خديجة وكيعرف أسرار الماضي. سونيا تفقصات بزاف وحست بالشوهة قدام ليلى، وهاد شي زاد من توتر العلاقة بيناتهم. حقيقة حادثة سنة وطارق. في لقطات مؤثرة في السبيطار بانت الحقيقة ديال كيفاش تضربات سنة هي اللي ضحات براسها ودفعت طارق باش ما تضربوش الطوموبيل، وهي اللي بقات مشلولة بسببه. الأم ديال طارق عالية من بعد ما عرفت هاد الحقيقة مشات عند سنة واعتذرت ليها بزاف وحاولت تتصالح معاها. مؤامرات سارة باقة مستمرة في الغدر ديالها، وبانت في جلسة مع الشخص اللي كان كيخطط معاها ضد فيصل. هاد السيد عاود ليها كيفاش لصق الفيصل تهمة المخدرات وتبييض الأموال باش يدخلوا للحبس ويستولي على المعمل، وسارة باقة طمعة في الفلوس والمصالح ديالها. صدمة سونيا مع غالي. سونيا عيطت لغالي وجا عندها للدار وحاولت تعترف ليه بالحب ديالها وتقول ليه باللي ما تقدرش تشوفه مع واحدة أخرى، ولكن غالي كان قاصح معاها وصدمها فاش قال لها باللي ما كاين والو بيناتهم وباللي خاصها تشوف طبيب نفساني، وهاد شي خلى سونيا تنهار بالبكاء. خروج مصطفى من الحبس. الحدث الأبرز في الحلقة هو خروج مصطفى أب ليلى من السجن. ليلى مشات زارته وقال ليها باللي الحقيقة بدات كتبان وباللي غادي يخرج قريب، وبالفعل في آخر الحلقة شفناه خارج من باب الحبس هاز ساكو، وهاد العودة غادي تقلب بزاف ديال الأمور في الحلقات الماجية. باختصار، الحلقة كانت مليئة بالاعترافات وتوضيح الحقائق، خاصة فيما يتعلق بتضحية سنة وبداية نهاية معاناة الأب في السجن.